تصدق وتؤمن بالله؟ قُل لا إله إلا الله، أقسم لك بالله العظيم أنا ما ساحر، أنا مش ساحر والmedia buyer مش ساحر، الbrand owners كتير أوي بيبقوا فاكرين إن أنا خلاص طالما جِبت media buyer وباعمل إعلانات ممولة فأنا كده هابيع، الكلام ده غلط، في حاجات كتير جدًا قبل الmedia buying لازم الbrand owner يعملهم لو عاوز تبيع بأرقام كبيرة، طب إيه هي الحاجات دي؟ رقم 1 المنتج اللي حضرتك بتبيعه لازم يكون منتج كويس بquality كويسة وفي طلب عليه في السوق. انت مش بتعمل المنتج اللي انت حابب تعمله، انت بتشوف الناس محتاجه ايه والسوق محتاج ايه وايه اللي عليه طلب وبتبتدي ان انت تقدمه له. رقم اتنين الكرييتيفز، يعني ايه الكرييتيفز؟ يعني الاعلانات اللي هنظهر بيها للناس لازم يكون في محتوى مختلف ومتنوع نقدر ان احنا نستخدمه في الكامبين بتاعتنا، يبقى المحتوى بتاعك متصور كويس، المودلز شكلهم كويس، شكلهم بروفيشنال، المنتج بتاعك ظاهر بصوره كويسه تناسب العملاء اللي احنا رايحين لهم. فالكرييتيفز نقطه مهمه جدا جدا وفاصله في نجاح الاعلان بتاعك، فلازم تعمل كرييتيفز كويسه، تنوع في انواع الكرييتيفز ما بين اليو جي سي وما بين التصوير البروفيشنال والسيشنز اللي بتتعمل مع الموديل، لازم يكون عندنا انواع محتوى مختلفه نظهر بيها للعملاء بتوعنا، واهم حاجه ان المحتوى اللي احنا هنعمله ده يبقى مناسب للناس اللي احنا رايحين لهم، بيكلمهم بنفس الطريقه اللي هم بيتكلموا بيها، مناسب للعميل بتاعي. واهم نقطه والنقطه الفاصله واللي ناس كتير بتقع فيها وبيحصل لهم مشاكل هو جزئيه الماركت ريسيرش، لازم اعرف انا رايح لمين، بيتكلموا ازاي، بيعملوا ايه. ده شغل الميديا باير، ماشي شغل الميديا باير، بس انت ما تجيلوش قبلها بيومين وتقول له انا عايز اعمل اعلان تاني يوم او عايز اعمل اعلان بعد بكره او عاوز اعمل اعلان كمان 3 ايام. اديله وقته علشان يعرف يدرس السوق، اديله وقته عشان يعرف مين منافسينك، مين الجمهور بتاعك، مين العميل اللي عنده بوتنشال يشتري منك. جزئيه الماركت ريسيرش هي اللي بتفرق ما بين الماركتير اللي بيخيش والماركتير اللي بينجح، فاديني وقتي علشان اعرف اعمل الماركت ريسيرش بتاعك مظبوط، لكن ما تضغطنيش وتقول لي احنا عندنا بلاك فرايداي كمان يومين وانا لازم اشغل الكامبين بتاعي دلوقتي، مستحيل. انا لازم اعمل دراسة السوق دي كويس جدا علشان اروح للعميل المناسب في الوقت المناسب بالاوفر او العرض المناسب بالمنتج المناسب اللي هو مستنيه. بعد اذنك لما تختار ميديا باير اختار ميديا باير فاهم كويس جدا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، واهم حاجة فاهم تسويق كويس، ما تختارليش شخص بيتعلم ان هو يخش يستخدم التولز بتاعة الاعلانات ويعرف يعمل اعلان ويقرا شوية متريكس، لازم يكون فاهم تسويق كويس وفاهم البيزنس بتاعك كويس علشان يقدر يساعدك. وبكده الميديا بار هيحقق لك الارقام الكبيره اللي انت مستنيها، هيجيب لك مليون و2 مليون و10 مليون مفيش مشكله، ولكن المهم يكون فاهم البيزنس بتاعك كويس والحاجات اللي احنا قلناها دي تكون موجوده واتنفذت بشكل مظبوط. ولو محتاج محتوى اكتر زي ده يساعدك في التسويق والبيزنس بتاعك اعمل لي فولو واعمل سيف للفيديو ده علشان ترجع له دايما قبل ما تشغل اي كامبين ليك.